السلام عليكم اخواتي، نتمنى تكونوا بالف خير وصحه جيده يا رب. وصفتنا اليوم وهي طريقه تحضير كيك بنكهه القهوه اولا بلا موز القهوه. وصفه كتجي صراحه غزاله رائعه لذيذه بزاف بزاف، نتمنى انكم تجربوها. وكذلك مكوناتها جدا جدا بساط، فخليكم معايا باش تعرفوا الطريقه والمقادير في الفيديو. كيف لا ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. ما تنساوش المقادير غتلقاوهم مكتوبين تحت صندوق الوصف بالجرام وبالملي. فالان خليكم مع المقادير الطريقه في الفيديو. فلتحضير وصفتنا غنحتاجو في مكوناتها. عندي تماكنه 8 غرام ديال القهوه السريعه الذوبان. غنحتاجو كذلك النشا اللي هو المايزينا 25 غرام. غنحتاجو السكر السنيده اللي هو السكر الخشن. غنحتاجو 350 ملي حليب، وغنحتاجو 500 ملي كريمه سائله، وغنحتاجو ورقتين ديال لا جيلاتين. فالان نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نحضرها وهي الكريمه ديال القهوه. غناخدو السنيده غنعملوها في كاسرونه، غنضيفوا ليها النشا اللي هو المايزينا، وغنضيفوا كذلك القهوه السريعه الذوبان. انا هنا سماكينه درت نسكافي. غنخلطوا هاد المكونات مزيان حتى كون كينسجموا. من بعد غنضيفوا لهم هذاك الحليب ديالنا. فكما قلت لكم 350 ملي ديال الحليب. فكنخلطوا بالفوي مزيان، كنوضعوا الخليط ديالنا فوق النار حتى كان كيبدا يعقد لينا. ومن بعد انتم الان بعد ما عقد ليا الخليط ديالي كما شفتوا معايا وتقال، الان كناخذ واحد البلاستيك الغذائي كنحاولوا اننا نغطيو هاد الكريمه ديالنا. وضروري ان البلاستيك يلامس الكريمه باش ما كتكونش عندنا واحد القشره من الفوق. ونوضعوا الخليط جانبا نخليوه حتى كان يبرد. دابا الان نروحوا اولا ندوزو نوجدوا الكيك ديالنا. اما بالنسبه للكيك ديالنا او القاعده ديالنا ديال الكيك، غنحتاجو 100 غرام ديال الدقيق، غنحتاجو كذلك الكاكاو المر، غنحتاجو كذلك الزيت، غنحتاجو السكر، غنحتاجو القهوه المعصره او ممكن تستعملوا الحليب، غنحتاجو بيضتان، فانيلا سائله، وخماره وحده. الان نبداو على بركه الله. فغادي نخلطوا الخليط ديالنا ديال الكيك العادي كما كنخلطوا. غنديروا البيض مع كذلك غديروا واحد الرشه ديال الملح. ما حطيتهاش مع المكونات، ضروري ديروا رشه تاع الملح. كنديروا الملح رشه صغيره، ونضيفوا السكر، ونمزجوا هاد المكونين مزيان مع بعضياتهم حتى كون كينسجموا لينا وحتى كون كتدخل هذيك سنيده في البيض. من بعد كنضيفوا واحد الملعقه صغيره ديال الفانيلا، ونضيفوا كذلك الزيت، ونخلطوا مزيان بالطراب الكهربائي، او ممكن تخلطوا غير بالفوي، يعني غير بيديكم بلا ما تستعملوا الطراب. صافي كنمزجوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كون كينسجموا. ومن بعد كنضيفوا هذيك القهوه المعصره، او لا ممكن كما قلت لكم تضيفوا الحليب الا بغيتوا، الاختيار كيبقى لكم، او لا ممكن تضيفوا كذلك الماء. فهذه حاجه كتبقى اختياريه لكم، لكن من الاحسن تضيفوا القهوه باش كتعطينا واحد المذاق في هذا الكيك. فاخيرا كنضيفوا كذلك الدقيق ديالنا. كما قلت لكم 100 غرام ديال الدقيق نخلوها، ونضيفوا كذلك واحد 6 غرام ديال الخماره. انا هذيك الخماره عندي فيها 8 غرام، ما غاديش نضيفها كامله، غادي نضيف جهد 6 غرام فقط، يعني جهد ملعقه صغيره. ونخلطوا كذلك بالطراب، يعني خفقه خفيفه، ما تخلطوش بزاف. واخيرا غنضيفوا الكاكاو المر اللي هو الكوكو باودر، ونخلطوا. في هذه الاثناء تنكونوا مسخنين الفران على درجه حراره 180.
صافي الان بعد ما مزجت اولا خلطت جميع المكونات، فالان كناخذ المول ديالنا كنحاولوا اننا نفرشوا ليه واحد الورق تاع الفرن اولا ورق ديال الزبده، كندهنوا الجوانب بالزبده وكنصبوا الخليط ديالنا وندخلوا كيك ديالنا الفرن على درجه حراره 180. مده الطهي كتراوح اولا مده الطهي تقريبا انا خدات مني واحد 20 دقيقه. ففي هذا الاثناء اللي كيطيب لنا فيه الكيك، دابا الان كناخذوا ورقتين ديال لا جيلاتين كنديروهم في الماء ونخليهم يرطبوا معنا. من بعد غادي ندوزو نصوبوا الصلصه اولا الخليط ديالنا اللي غادي نسقيو بها ولا السقوه اللي غادي نسقيو بها الكيك ديالنا بعد ما تخرج من الفران. فتما عندي واحد 3 4 المعالق ديال القهوه المعصره، ممكن نتوما ديروا القهوه سريعه الذوبان مع الماء. كنضيفوا ليها واحد الملعقتين ديال الحليب، كنضيفوا كذلك ملعقه كبيره ديال السكر الثقيل لانه تما عندي القهوه يعني مسوسه اكيد خصنا نضيفوا لها شويه السكر. وكنضيفوا واحد الملعقه كبيره ديال نسكوي اولا ديال مسحوق الشوكولا. صافي كنخلطوا هاد المكونات. انا هنا ضفت شويه ديال القهوه لان الخليط بقى عندي قليل. صافي الان نتسناو على الكيك ديالنا حتى كان يخرج من الفران، ومن بعد غادي نسقيوه بهاد السقوه اللي حضرنا. فها هو الكيك ديالي بعد ما خرج من الفران، فكما قلت لكم خدام مني تقريبا واحد 20 دقيقه. الان غادي نسقيه بهاد السقوه، لكن قبل غنحاول انني نحيد ليه هذاك الاطار ديالو ونقلبوه على الصحن اللي غادي نقدم فيه، ونزول ليه كذلك هذاك الورق اللي تيكون من القاع، وغادي نخليها هكا يعني الفوق ديالها هو اللي غادي يكون في القاع، لانه كما كنعرفوا ان القاع ديالها تيكون ديما مسطح وتيكون مقاد. فالان غادي نخوي هذيك الصلصه ديالي ونخليها تشرب مزيان في الكيك، وندوزو نطربوا الكريمه السائله ديالنا. الاشاره فقط انا بدلت هذاك الاطار ديال المول، حيدته ودرت بلاصتو هذاك السيركل لانه ما جانيش مزيان على الكيك. فدرت هذا السيركل هذا الدائري وزيرته على الكيك وخليتها جانبا حتى كانت شربات هذيك السقوه باش من بعد نضيفوا ليها لاموس ديالنا. فهنا كناخذوا الكريمه ديالنا كما قلت لكم، الكريمه تكون بارده اكيد، تقريبا كما قلت لكم عندي واحد 500 ملي ديال الكريمه السائله. كنضيفوها الاناء ديالنا وكنضيفوا عليها واحد الملعقه حتى لجوج ديال السكر الثقيل لانه انا عندي هذيك الكريمه مسوسه، وكنضيفوا واحد الملعقه صغيره اولا واحد راس ملعقه ديال الفانيلا السائله. صافي نخفقوها مزيان حتى كان كيضاعف لنا الحجم ديالها. ومن بعد كما غتشوفوا معايا دابا ها هي بعد ما ضاعف لي الحجم ديالها. دابا الان كناخذوا هذيك الكريمه اللي صوبنا ديال القهوه، نحاول حتى نخفقها شويه باش ما كتبقاش هكاك جامده بنفس الضراب. صافي كنضيفها على الكريمه ديالي وانا كنخلط بالضرب الكهربائي غير شويه، ما تحاولوش تخلطوا بزاف باش ما تنزلش لكم هذيك الكريمه. وضروري هذاك الخليط يبرد تماما، ما تضيفوش هو سخون باش ما تنزلش لكم الكريمه وتذوب لكم. فكنضيفوا شويه وكنبقاو نخفقوا ونعاود نضيفوا ثاني شويه ونخفقوا شويه حتى كينسجم لنا الخليط. ومن بعد كناخذوا هذوك الورقتين ديال لا جيلاتين اللي ديال لا جيلاتين نو ديال لا جيلاتين، دوك الورقتين تاع لا جيلاتين اللي درنا في الماء ولا اللي رطبنا في الماء، كنعصروهم مزيان وتنضيفوا لهم واحد الملعقتين ديال الماء ونديروهم يذوبوا فوق النار كما غتشوفوا معايا الان. فهاني الان بعد ما خفقتها وخلطت المكونات مزيان
فكناخذوا الورقتين تاع لا جيلاتين كما قلت لكم اللي ديجا ذوبنا، عفوا اللي ديجا رطبنا في الماء، ونضيفوا لهم واحد الملعقتين كبار ديال الماء بنفس المانيت اللي كان فيه لا جيلاتين، ونديرهم على نار حتى كون كيذوب معنا كما شفتوا معايا. غير تيذوب معنا صافي كنضيفوهم مباشره لهذيك لاموس ديالنا، وحنا تنخفقوا غير شويه، يعني ما تحاولوش تكثروا الخفق، يعني غير شويه بما كملتوا هذاك السائل ديالكم صافي كتحبسوا الخفق. صافي تنصبوا لاموس ديالنا فوق الكيك، كنحاولوا اننا نقادوها بالسباتولا مزيان باش كتجينا مقاده ومرتبه، وندخلوها للفريغو مده تقريبا واحد ساعتين حتى 3 ساعات بما شدات راسها وقبطات في روحها مزيان، ومن بعد نخرجوها ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الكيك ديالنا. فهاي الكيك ديالنا بعد ما خرجناها من المجمد تقريبا خدات معايا واحد 3 ساعات. دابا انا كناخذ واحد السكين ونحاول انني نعملو في الاطراف ديالها باش اولا في الجوانب ديالها باش نزول هذاك الاطار اولا داك السيركل بشويه ومزيان باش دغيا يتحيد ليا من على الكيك كما غتشوفوا معايا الان. صافي كنحاول اننا نحيدو بشويه، وهاي الكيك ديالنا كما شفتوا معايا سهله. فانا ما غنزينها ما والو، غادي نرش عليها فقط رشه ديال الكوكو باودر اولا ديال مسحوق الكاكاو المر. فانا هذاك المسحوق الكاكاو عندي فيه ديجا السكر، يعني بالسكر، اولا ممكن تضيفوا واحد الملعقه صغيره ديال السكر ثقيل هذا الكاكاو المر وتخلطوا مزيان، ومن بعد تنخلوه فوق الكيك ديالكم، اولا ممكن تزينوا على حسب الرغبه ديالكم. فهي وصفتنا كما شفتوا معايا سهله وسريعه ولذيذه بزاف، نتمنى انكم تجربوها، راه كتجي صراحه غزاله ولذيذه بزاف. وصفتنا اليوم سهلات، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها. كيف العاده ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد، ولا عند اي تساؤل او استفسار تخلي تعليقاتكم تحت، انا اكيد غنجاوبكم عليهم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي مع وصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الله المعين ومع السلامه.